في الاتحاد المصري لكرة القدم في موسم 2003 2004. طبعا حكم او كابتن الفرقه السيد الصاوي، طبعا حارس مرمى نادي طنطا السابق، والنادي اللي انشئ في 2003 2004 في عهد المرحوم الكيميائي طبعا محمد عبد الله. مدربين كبار جدا اشتغلوا مع نادي ابو قير وسماد ابو قير الاسمده، كابتن صلاح الناهي، كابتن احمد الكاسي، كابتن علاء نوح. ودي التشكيله الرسميه اللي قلناها بتاعه نادي الزمالك. كريستيان جروس عنده النهارده كونراد ميتشيلياك وزيزو، ربما بالقوام الاساسي اللي بيظهر بيه كامل العدد. محمد عطيه بيختار النهارده المدرب او المدير الفني السابق واللاعب السابق للمحله، واللي جاب قبل كده هدفين في الزمالك، واللي عنده خبره كبيره في المرحله اللي بيلعب فيها نادي ابو قير الاسمده. السيد الصاوي في حراسه المرمى، احمد عادل، محمد احمد، محمود علاء ومحمد علاء لاعب طلائع الجيش السابق، يوسف حمدي وعبد الله محمد على الدايره، محمود كاشلط، خالد ربيع، جوما بيتشو، وهشام نيمار. دي تشكيله طبعا نادي سماد او ابو قير للاسمده، نادي ابو قير للاسمده اللي بيستعد دي كابتن محمد عطيه. كل التمنيات الطيبه لكلا الجهازين الفنيين، اولا ان هم يقدموا مباراه جميله، ويقدموا مباراه كره قدم جميله، ويساعدوا حكم اللقاء اللي ظهر امامنا انه يلعب مباراه سهله وتمتع كل العشاق والمتابعين. القطار الهولندي السريع ميتشيلياك، يا ولد يا ولد يا ولد، ونحط السيناريو لمسه اللعبه مره ثانيه، انطلاقه سريعه في المساحه الفاضيه. كونراد ميتشيلياك من الايام نفتح نلاقي مشكله الزمالك بقت زي مشكله الاسماعيلي، وبقت زي مشكله العرضيه. ليه بقول الكلام ده؟ لانه مش عايزين في يوم الديه ده من اكبر الانديه في الوطن العربي، ومن اكبر الانديه متساب ازاي. برافو برافو يا ابو قير، برافو برافو برافو، وضربه راس اعتقد ده محمد احمد حطها في اتجاه المرمى صبحي. فرصه خطيره جدا ادي مباشره، لكن رد الفعل طلع وارتقى وركب الكوره. برافو في المساحه الفاضيه، عبد الله شافه منين يا ولد يا ولد يا ولد. فرصه العرضيه، فرصه العرضيه لزيزو، زيزو ارضيه تغير اتجاهها، لكن بيسحب لقدامه يجري. طبعا الكره لما تيجي لعبد الله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. كونراد ميتشيلياك، خد القميص واجري، روح يا ولد يا زيزو على الكنترول، يا ولد يا زيزو، واحد على واحد، زيزو هيعدي، زيزو والاوفرلاب عام خطير، والبينيه اتعملت لبره، ومين يصوب؟ عبد الله في السماء واضحه لمسه اليد على حدود المنطقه، فاول، تصطدم في الحائط البشري وتخبط وتغير اتجاهها. تكنيك زيزو انه يعمل السويرف من جنب الحيطه، خبطت في المدافع رقم 2 في الحائط المكون من 4 لاعبين، اصطدمت غيرت اتجاهها، وبقى اول مفيش فار النهارده. لا طبعا التسلل لو اتلعبت واضحه جدا. برافو برافو، وشوف بيلعب ازاي، بيلعب مع الفيرود ازاي على نفس الخط. مواعيد مختلفه، دي عرضيه ملعوبه في منتهى الخطوره، الله واتلعبت من ورا فتوح، والكروس اتشال حلوه قوي ومن الوضع طائرا، لكن بص هيرجع لحارس المرمى. برافو ناصر، يضغط سوبر ناصر، يضغط مره اولى ومره ثانيه ويحط حارس المرمى في ظهره. طبعا قرار مع ضربه جزاء واضحه وصريحه، ما فيهاش كلام. سيء جدا من حارس المرمى انه يحط الكره بالشكل ده. زيزو عايز ياخد الكره، لا يا جماعه، ده طبعا حارس المرمى اتاخر، مش مشكله، بتحصل لاكبر الحراس. زيزو ببطن رجله في الحته لزيزو، وفرصه الهدف الثاني للزمالك، وفي مواجهه مع حارس المرمى ويتصدى احمد محمود، برده مش مظبوطه، طالع مش بوضعه، مش مرتاح التصويب، انه المباراه تتقلب عليك. حسام عبد المجيد فقد التوازن لوحده، ما فيهاش حاجه بصراحه، عملها حلو قوي محمد مجدي، غير الملعب لهناك، اتصلحت، والتصويبه من مره واحده لكن تطلع فوق المرمى بتاع على هدف تاني، بقى امر حتمي علشان الكرات دي خطيره. يطلع صبحي لكن يطلع على طول، وتبقى رمي تماس. مفيش تغييرات عند ابو قير للاسمده، وبالتالي لازم محمود كاشلط يستجمع قواه. بيتقدم مصطفى، بيشوف المرمى، عايز يصوب الله 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 الله، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ايه ده؟